سلام، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة تاريخ سيناء. شفنا في الحلقة الأولى كيفاش سيناء كانت معبر حضاري تجاري وعسكري من أيام الفراعنة وحتى قبل الميلاد. أما دابا غادي نشوفو كيفاش هاد الأرض دخلت فاصل جديد مع الأديان السماوية. في اليهودية سيناء ارتبطت بقصة النبي موسى، جبل الطور، جبل حريم، جبل يهوه، وهو نفس الجبل بأسماء مختلفة. كتقول التوراة أن موسى كلم الله فوق هاد الجبل وسماه حاليه بالوصي العشر. وفي سيناء وقع حدث الخروج ملي مشى موسى مع بنو إسرائيل في صحراء سيناء اللي كانوا في طريقهم من مصر للأرض الموعودة. وهكذا سيناء ولات أرض مقدسة عند اليهود وكانت جزء من رحلة الوحي. أما مع بزوغ المسيحية سيناء بقات مركز روحي حتى بالنسبة للمسيحيين، كانوا رهبان مسيحيين استقروا فيها. ومن أعراق المعالم اللي باقيين حتى اليوم دير سانت كاترين أو دير القديسة كاترين، واللي تأسس في القرن السادس الميلادي بأمر الإمبراطور البيزنطي جيستنيان. هذا الدير كتعتبر من أقدم الأديرة في المسيحية اللي مازال مستمرة في الوجود، وفيها مكتبة وفيها مخطوطات قديمة ونادرة بزاف. أما في الإسلام جبل الطور حتى هو تذكر في القرآن أكثر من مرة، وخذت سيناء مكان خاصة حتى عند المسلمين كأرض مذكورة في الوحي ومرتبطة بالنبوة. إذن سيناء ما كانتش غير معبر تجاري أو عسكري، بل حتى أرض مقدسة جمعت بين ثلاثة الأديان السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلام. ومن هنا غادي نفهموا علاش سيناء بقات ديما عندها قيمة أكبر من مجرد صحراء. في الحلقة الجاية غادي نكملوا نشوفوا كيفاش سيناء دخلت في مرحلة جديدة مع العصور الوسطى.